السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في أكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة حالة بارد في منتهى الطعامة بمناسبة الحر والجو اللي احنا فيه ده، فكلنا محتاجين كده تحلية باردة ترطب علينا. مفيش أحلى من الحالة البارد، طبقات الجيلي مع البسكوت مع الكريم شانتيه بيعملوا مع بعض ميكس رهيب بجد في منتهى اللذاذة. عشان أعمل الحالة بتاعي أو وصفة النهاردة أنا محتاجة جيلي. أنا استخدمت 2 باكو من جيلي الفراولة، تقدروا تستبدلوه باي نكهة تانية تفضلوها، وتقدروا تعملوا ميكس ما بين نكهتين ترجع لرغبتكم. جيلي الفراولة المفروض الباكو عليه 2 كوباية من المية، انا استخدمت على الباكوين 3 بس من المية. 1.5 كوباية مية مغلية و1.5 كوباية مية باردة. دخلت الجيلي بقى يتماسك في التلاجة، وبعد ما تماسك عملت عليه طبقتين من البسكوت السادة، بسكوت الشاي العادي جدا من غير ضرب. انا رصيت بس البسكوت، انا بعتذر ان الجزء ده اتعمل له قط غير مقصود، لكن انا رصيتهم بشكل متساوي وسلام زي ما هما من غير ما افتفت البسكوت او افرمه زي ما احنا متعودين. ودخلتهم التلاجة على ما عملت الطبقة التالتة، طبقة الكريم شانتيه. لكل كوباية كريم شانتيه خام عليها من كوباية لكوباية وربع من المية. رصيت الطبقة التالتة وهي الكريم شانتيه، وزينت بقى زي ما احنا شايفين كده جزء ببسكوت مفتفتاه كده متكسر صغير، وجزء تاني كده عملته بصوص الشوكولاتة. وصفة سهلة وبسيطة وسريعة لكن طعمها حلو جدا. كل ما بنسيبها في التلاجة بتتماسك اكتر، وبتدينا بجد كده يعني قوام حلو وتناسق كده، ويعني امتزاج كده بين الطبقات بيدونا طعم حلو جدا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت لو مش مشتركين في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد من اكلة ماما. سلام.